السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ودائما مع شهوة رمضان جبت لكم اليوم وصفات متنوعة وسهلة في التحضير وبمكونات بسيطة وبعجينة واحدة. غادي نحضروا الملح والحلو، وغادي نشارك معكم كذلك تحلية اللي كتجي لذيذة وسهلة في التحضير، ممكن حتى لاخر لحظة وتوجدوها. وغادي نشارك معكم كذلك عصير اللي تيجي منعش وبمكونات بسيطة. ونبداو على بركة الله الفيديو ديال اليوم. اول حاجه غادي نبداو بها هي العجين. عندي هنا 750 غرام ديال الدقيق الابيض، زدت عليه معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وعندي هنا 300 غرام ديال زبده التوريق. غادي نحكها هكا في الحكاكه في الجهه اللي كتكون رقيقه. كنبدا كندير هذيك الزبده في الدقيق وتنحكها هكا باش ما كتلصقش في الحكاكه وكتحك لينا بكل سهوله. كنبدا كنحكها فين ما حكيت شويه ديال الزبده كنخلطها مع الدقيق هكا باش ما كتبقاش ليا ديك الزبده مجموعه غير في واحد البلاصه. يعني فين ما حكيت شويه تاع الزبده كما كتشوفوا كنبدا كنخلطها مع الدقيق هكا باش كتخلط كامله مع الدقيق، ما كتبقاش متكتله غير في واحد الجهه. صافي غادي نحك هذيك الزبده كامله بنفس الطريقه كنبدا كنديرها في الدقيق وتنحكها. كنخلطها هكا مزيان مع الدقيق. وغادي ناخذ واحد الاناء غادي ندير فيه بيضه كامله، معلقه كبيره ديال الزيت ومعلقه كبيره ديال الخل، غادي نخلطهم وغادي نضيفهم لهذاك الدقيق. غادي نعجن بالماء بارد. هنا الماء كنت دايره في المجمد، ضروري يكون الماء بارد هو باش كنعجن هاد العجينه. هنا العجينه غير تنجمعها ما كندلكهاش نهائيا باش كتبقى هذيك الزبده هكاك باينه وسط من العجينه وكتعطينا الطريق. صافي غادي غير نجمع كما كتشوفوا، راه ما كنعجنهاش، غير تنجمع هذاك الدقيق. العجينه تكون قاصحه ما تكونش عجينه اللي مرخوفه. صافي من بعد ما كنجمعها مباشره كنسرحها، يعني ما كتحتاج لا ترتاح لا والو. يعني كي جمعتها بديت كنسرحها، كنرش سطح العمل بالدقيق وكنسرحها هكا بالمدلك تكون رقيقه. وغادي نجمعها بالطريقه اللي موضحه في الفيديو. كنبدا كنجمع وكنسوس هذاك الدقيق اللي تيكون فوق من العجينه هكا باش كيلصقوا ليا دوك الطبقات مع بعضياتهم. صافي من بعد ما طويتها بالشكل اللي شفتو غادي نديرها في البلاستيك الغذائي وغادي ندخلها للثلاجه ونخليها حتى تبرد مزيان. عاد غادي نخدم بها. الا كنتو مزروبين كتدخلوها شويه للمجمد، ضروري تخدموا بها وهي بارده. هنا دابا غادي ندوز باش نحضر لا كريم باتيسيري. عندي بيضه كامله، ضفت ليها 3 الملاعق كبار ديال السكر سنيده، 2 ملاعق كبار ديال بودره لا كريم باتيسيري اللي ممكن تعوضوها بالنشا، معلقه صغيره ديال بودره الفاني، 2 كيسان ديال الحليب. وغادي نديرهم فوق من النار مهيله مع التحريك المستمر حتى كتبان ليا لا كريم هكا عقدات وبدات دير فقاعات. صافي هنا لا كريم وجدت، غادي نزولها من فوق النار وغادي نضيف ليها معلقه كبيره ديال الزبده. غادي نخلطها حتى غادي تذوب في لا كريم. صافي غادي نفرغها في اناء، غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي كنت لامس السطح ديال لا كريم. وغادي ندخلها للثلاجه، غادي نخليها حتى غادي تبرد مزيان. دابا غادي ندوز باش نحضر الحشوه الاولى. عندي هنايا بصله كبيره مش رقيقه، عندي خيزو محكوك، حبه ديال الخيزو كبيره محكوكه في الحكاكه رقيقه، وعندي فلفله اللي مقطعه رقيقه حتى هي. غادي نزيد عليهم شويه ديال زيت الزيتون، غادي نخليهم كيتشحروا مزيان حتى كتبان ليا هذيك الخضره هكا هبطات. عاد غادي نضيف عليها الكفته ديال الدجاج، ممكن انكم تضيفوا غير صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغار الا ما بغيتوش تضيفوا هكا الكفته. غادي نزيد شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، بودره الثوم، وتوابل ديال الدجاج محمر اولا العطريه ديال الدجاج محمر الا ما كانتش متوفره. غادي تزيدوا على هاد التوابل غادي تزيدوا عليهم غير شويه ديال السكينجبير. صافي زدت شويه ديال الخرقوم وشويه ديال المعدنوس مقطع، غادي نخلطهم مزيان وغادي نخلي هاد الحشوه تكمل طيابها وكتنشف مزيان من الماء. صافي هنا الحشوه وجدت، غادي نخليها جانبا تبرد. دابا غادي نحضر كريمه الجبن اللي غادي نحتاج في الحشوه الثانيه. عندي معلقه كبيره ديال الزبده مع معلقه كبيره ديال الدقيق، درتهم فوق من النار حتى دابا ديك الزبده تخلطات مع الدقيق. زدت كاس ديال الحليب وكنخليهم هكا فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد. انا حضرت صلصه البيشاميل بالطريقه العاديه، زدت عليها فرماج احمر محكوك وفرماج ديال الساندويتش. غادي نخلطها مزيان حتى غادي يذوب داك الفرماج. هنا راه طفيت النار عاد ضفت الفرماج. صافي حتى هي تنفرغها في اناء كنغطيها بالبلاستيك الغذائي وتنخليها كتبرد مزيان عاد غادي نستعملها.
كما لاحظتوا راه ما ضفتش الملح لان الفرماج مالح، وباقي المكونات اللي غادي نضيف عليها حتى هما مالحين. صافي هنايا من بعد ما وجدت الحشوات كاملين، دابا غادي ندوز للعجينه. من بعد ما بردات مزيان غادي نرش سطح العمل شويه هكا بالدقيق، وغادي نحطها، غادي نسرحها هي شويه هكا، وغادي نقسمها على 4. غادي ناخذ واحد الجزء، والاجزاء الاخرين ديال العجينه غادي نغلفهم وغادي نرجعهم للثلاجه. هنا كنسرح العجينه بشكل طولي هكا، ما كنرققوش العجينه بزاف هكا باش كتجينا مورقه فاش كطيب. غادي نقطع دوك الجوانب ديال العجينه، وغادي نهز هذيك القطعه ديال العجينه غادي نحطها فوق ورق الطبخ هكا باش تجيني سهله فاش نبي نديرها في الطاوه. كندهن هذوك الاطراف بالبيض. نحاولوا ما ننزلوش هذاك البيض مع الجوانب ديال العجينه، لان فاش غادي ندخلوها للفران غادي يتشمع داك البيض على العجينه وما غاديش تجينا مرقه. تناخذ هذوك الاطراف اللي قطعت او دوك الجوانب اللي قطعت، كنقادهم، كنعاود نقطعهم، كنقادهم وتنحطهم هكا في البلاصه اللي دهنتها بالبيض، وكنعاود ندهنهم هكا بالبيض. وغادي ناخذ فرشيط وغادي نثقبها من الوسط باش ما كتنفخش من الوسط، وغادي ندخلها للفرن اللي مسخن من قبل. كنسخنوا على درجه حراره اللي كتكون مرتفعه، انا سخنته على 200 درجه. غادي ندخل العجينه حتى كتبان ليا بدات كتنفخ، وكنقص ل 180 درجه وكنخليها كطيب هكا باش كطيب على نار مهيله باش كطيب مزيان من الداخل ما كتجيناش معجنه. القطعه الثانيه ديال العجينه سرحتها على شكل مربع وقطعتها هكا مربعات صغار. هنا القطعه الثانيه والثالثه يعني جوج ديال القطع سرحتهم هكا بنفس الطريقه، كنقطعهم مربعات وكنحط الحشوه الاولى اللي حضرت بالكفته ديال الدجاج، وكنحط فوق منها قطعه ديال الجبن، جبن ساندويتش اللي قطعتو هكا بشكل مثلث. كنحط هذيك الحشوه في الجانب وكندهن هذوك الاطراف ديال العجينه بالبيض. وكما قلت لكم ما كنزلوش العجينه مع الجوانب اولا البيض عفوا مع الجوانب ديال العجينه. صافي كنجمع هذيك العجينه هكا بشكل مثلث، كنحاول نضغط على دوك الجوانب مزيان باش كيتلصقوا. صافي تنحطهم في الطاوه ديال الفرن اللي فرشت فيها ورق الطبخ، كندهنهم مزيان بالبيض، وغادي ندير هكا خطوط بالسكين كتزيين بسيط. صافي غادي ندخلهم للفرن، غادي يطيبوا كما قلت لكم على درجه حراره اللي كتكون مرتفعه في الاول حتى كيبانوا ليا تنفخوا، وغادي نقص درجه الحراره ديال الفرن وغادي نخليهم يكملوا طيابهم ويتحمروا مزيان، عاد غادي نخرجهم. بالنسبه للقطعه الاخيره ديال العجينه غادي نسرحها حتى هي بنفس الطريقه، غير غادي نسرحها تكون رقيقه. غادي نقطعها بقطاعه مربعه. غادي ناخذ هكا النصف ديال هذوك المربعات اللي قطعت غادي نقطعهم بقطاعه اللي كتكون اصغر منهم باش كتعطينا هذيك الحفره هكا في الوسط، اولا داك المربع هكا فارغ في الوسط. غادي ناخذ هذوك المربعات الاولين غادي ندهن الجوانب ديالهم بالبيض، غادي نحط فوق منهم دوك المربعات اللي فارغين من الوسط. غادي نختمهم بالطريقه ديال لي فولوفون، غير هما ما بغيتهمش يجيو طالعين بحال الشكل ديال لي فولوفون، بغيتهم يجيو هابطين بحال لي تارتوليت. داكشي علاش رققت العجينه. الا بغيتهم يكونوا طالعين بحال لي فولوفون فكتخليو العجينه بطبيعه الحال غليظه. صافي هنا دهنت الجوانب ديالهم بالبيض ورشيت عليهم شويه ديال البافود، قبتهم من الوسط وغادي ندخلهم للفرن. غادي يطيبوا بنفس الطريقه اللي شرحت لكم في الاول. هنا القطعه الاولى ديال العجينه من بعد ما طابت وتحمرت تنخليها حتى كتبرد تماما، عاد غادي نبدا تنعمرها هكا بلا كريم باتيسير اللي درتها في هذا القمع. كنبدا كنشكلها بهذه الطريقه هكا. ممكن انكم تحطوا لا كريم باتيسير غير هكا وتسرحوها وتقادوها. هنا راه حتى درت لا كريم باتيسير، عاد فكرت بانني ما زينتش الجوانب. هنا راه كنزينهم بلوز ايفيلي. فقبل ما ديروا لا كريم باتيسير تدهنوا الجوانب بالناباج اولا بالعسل، وكتزينوهم باللوز ايفيلي محمر اولا بكاوكاو محمر، المهم على حسب الذوق ديالكم. صافي من بعد ما درت لا كريم زينت هكا بقطع ديال الفريز وورقات ديال النعناع. صافي دابا رجعت الكريمه ديال الجبن من بعد ما بردات، غادي نحركها هكا شويه وغادي نزيد عليها الدجاج. هنا عندي هي الصدر قطعته طريفات صغار وشحرته مع شويه ديال الزيت، شويه ديال الملح، شويه ديال الثوم بودر، والتوابل ديال السمك اولا العطريه ديال السمك. كتعطي واحد اللذه زوينه لهاد الدجاج. فاش تاكلوا هاد الحشوه ما كتحسوش نهائيا بانكم كتاكلوا الدجاج. زدت شويه ديال الزيتون اللي قطعته حتى هو طريفات صغار وشويه ديال العصير الحامض، غادي نخلطهم صافي. وها هي الحشوه ديالنا وجدت. غادي نبدا تنعمر بها هاد القطع ديال العجينه من بعد ما طابوا وتحمروا كما كتشوفوا. غادي نزينهم بورقات ديال المعدنوس صافي وها هما واجدين.
هنا هاد المثلثات اللي حضرت في الاول من بعد ما طابوا وتحمروا كما كتشوفوا، غادي نزينهم بشويه ديال الفرماج محكوك وشويه ديال المعدنوس من الفوق. صافي وها هما وجدوا. دابا غادي ندوز باش نحضر التحليه. عندي هنا بسكوي اللي طحنته شويه وخليت فيه بعض القطع هكا باش تجي شويه نتاع القرمشه في التحليه. زدت عليه شويه ديال الزبده وحركته. غادي ناخذ هكا قياس معلقه كبيره، غادي نديرها في الكؤوس اللي فاش غادي نقدم التحليه. غادي نضغط عليهم هكا شويه وغادي نخليهم جانبا. هنا في كاترونه درت نص لتر ديال الحليب، 2 ملاعق كبار ديال السكر سنيده، كيس ديال السكر بنكهه الفاني، 3 الملاعق كبار ديال النشا. غادي نديرهم فوق من نار مهيله مع التحريك المستمر حتى غادي نتحصل على كريمه بهذا القوام هكا. غادي نزيدها نشويلها من فوق النار وغادي نزيد عليها ياغورت ديال الكراميل. صافي غادي نجيب الكؤوس ديالي اللي درت فيهم البسكوي، غادي نبدا كندير فيهم هذا الخليط اللي حضرت. كندير هكا واحد المعلقه كنخوي داك الخليط فوق الظهر ديالها، لان الا جيت تخويت مباشره غادي يبدا تيتهز ليا هذاك البسكوي وما غاديش يجي المنظر ديالهم زوين. صافي من بعد ما درت هذيك الكريمه غادي ندير هكا شرائح ديال البنان ولا قطع ديال الموز. غادي نديرهم بهذا الشكل هكا وغادي نعاود نزيد فوق منهم طبقه ديال البسكوي. غادي نعاود نقادها شويه هكا بالمعلقه، غير كنحاول نضغط شويه على داك البسكوي باش يثبت شويه، وكنعاود نزيد طبقه اخرى ديال الكريمه اللي حضرت. بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم ديال الكريمه فخرجت لي 4 ديال الكؤوس بهذا الحجم اللي كتشوفوا. والبسكوي درت 120 غرام ديال البسكوي مع 2 ملاعق كبار ديال الزبده مذوبه. هنا من بعد ما درت هذيك الطبقه ديال الكريمه كنعاود نزيد طريفات هكا نتاع الموز، وكندخل التحليه للثلاجه حتى كتبرد مزيان. كنخرجها وتنزين الوجه ديالها بصلصه ديال الكراميل كانت متوفره عندي، والتين تيبقى اختياري. دابا غادي ندوز باش نحضر العصير. عندي هنا 2 حامضات مقطعين، وحده حيدت لها القشره ديالها وحده خليتها بالقشره ديالها. كنحيد بطبيعه الحال دوك العظومه اللي تيكونوا في الحامض. عندي تفاحه كبيره خليتها حتى هي بالقشره ديالها، وخياره حيدت لها شويه ديال القشره وخليت شويه. غادي نزيد عليهم درتهم في الكاس ديال الخلاط وغادي نزيد عليهم لترو ديال الماء. عندي هنا الكاس ديال الخلاط كبير درت لترو ديال الماء كامل. زدت السكر، زدت 5 ديال المعالق ديال السكر. المهم السكر تيبقى حسب الذوق. صافي وغادي نطحن هاد العصير هكا مزيان. من بعد ما غادي نطحنو غادي ناخذ هكا صفايه اللي كتكون رقيقه وغادي نصفيه مزيان. غادي نحيد باش غادي نزول هذيك القشره ديال الحامض والقشره ديال التفاح. صافي وها هو العصير وجد. هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات اللي اقترحت عليكم اليوم. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.